يمكن أيضا أن ينسل أن يجد الحلول المواتية والمناسبة. كرة في خط الوسط للمولودية، تمريرة أمامية، محاولة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، كرة الهدف، جول! والهدف الأول لصالح فريق المولودية الوجدية. هدف أول يأتي للأحمر اليوم، هدف أول يأتي من جانب يوسف أنور الذي يضع الكرة في الشباك. كرة لعبت بالمقص، استعان بخبرته لسنوات، مر بالكرة، دخل داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك. 1-0 للمولودية، جاءت من خلال كرة أمامية تعامل معها بحكمة لازمة بطريقة مناسبة ويضع الكرة في المرمى. المولودية يتقدم يوسف أنور. شوفوا الطريقة كيفاش جا الهدف، شوف طريقة استغلال الكرة، ثم بعد ذلك التمريرة، هنا الانطلاق، هنا الاندفاع، هنا الاستلام، بعد ذلك يأتي توقيع الهدف. يوسف أنور يوقع على هدف في مقابلة اليوم، هدف سيشعل هذه المباراة لا محالة، هدف سيعطينا الانطلاقة القوية للقاء الدور النصف النهائي. يوسف أنور يضع الكرة في الشباك. 1-0. هذه أحسن بداية بالنسبة لفريق المولودية الوجدية. لعبت بالمقاس وشات الكرة كرة لفريق الرجاء الرياضي. 1-0 النتيجة المسجلة إلى حدود الدقيقة 20. تمريرة عرضية رأسية، جول! والهدف الذي يأتي من جانب فريق الرجاء الرياضي. نوفل الزروني يضع الكرة في الشباك، هدف التعديل. الأخضر يعود طريقة جيدة على مستوى التمرير، كرة عرضية جانبية، كرة لعبت داخل منطقة الجزاء. نوفل الزرهوني يستلم ببراعة، يضعها في الشباك، يعلن عن هدف الأول لفريق الرجاء الرياضي، هدف التعديل الذي يأتي في هذه اللحظات. نعم، صاحب المتر و73 سنتيمتر، 28 سنة فقط. تمريرة عرضية جانبية، جاء ليكون وسط مجموعة من اللاعبين على مستوى الخط الدفاعي. صابر بوغرين في التمرير بالأعمار يرفع الكرة الرأسية، تجي بهذه الكيفية بهذه الصورة. هذا من عمري التعطير الجانبي والتمرير العرضي، ثم الرأسية البديعة من نوفل الزرهوني اللي وضع الكرة في الشباك، معلن عن الهدف الأول للرجاء، هدف التعديل. كرة ثابتة، صابر بوغرين يستعد. التعامل مع الكرة الثابتة كيف سيكون؟ إذا جت الصافرة، كرة ترفع داخل منطقة الجزاء، جول ثاني للرجاء. لعبت بطريقة ممتازة، نوفل الزروني والفرحة الكبيرة، الانزال داخل منطقة الجزاء لكرة ثمينة رجوية. النسر الرجاوي حلق عاليا اليوم رفقة جوزيف زيمباور. كرة لعبت ببراعة، كرة لعبت داخل منطقة الجزاء، والجماهير في المدرجات تتفاعل. لعبت بشكل ممتاز وبطريقة جيدة. يأتي الهدف الثاني. هذه هي الكيفية وهذه الصورة وهذه هي الطريقة من صابر بوغرين. كان التمرير وصناعة الهدف الرجاوي أكملها وأكمل التعامل مع الكرة الأخيرة. نوفل الزروني، شوف هنا صابر رفع كرة عالية على الطائر، ما نزلش الأرض إلا وكانت في شباك فريق المولودية. جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد. فرصة ديال التمرير داخل منطقة الجزاء. يوسف أنور كيستفد هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، مراوغة، تحضير، تعطير، إمكانية تصويبة، جول! وهدف التعادل. المولودية تعود في مباراة اليوم. ما حدث وأن الدفاع كان في وضعية لم يتمكن من إبعاد الخطر. شعيب فيضي يضع الكرة في الشباك ويشعل المباراة الثانية لنصف نهائي كأس العرش. المولودية الوجدية لا تستسلم، المولودية الوجدية تعود في المباراة. جوج الأهداف لكل فريق، هذا جنون من جانب جماهير فريق المولودية الوجدية في المدرجات. شوفوا الطريقة اللي جات من خلال الكرة، دائما التمرير من الخلف، مراوغة، تمريرة تؤثر بهذا الشكل. ويأتي شعيب فيضي يضع الكرة في المرمى لمجهود، كل المجهود من مسجل الهدف الأول يوسف أنور الذي تمكن من إيقاف الكرة في هذه الوضعية. هنا قام بإيقاف الكرة، بولخصوت لم يتمكن من إبعادها. بعد ذلك يأتي الهدف من جانب شعيب فيضي الذي يضع الكرة في الشباك. وجد الطريقة السالكة، وجد هدف التقدم عن طريق يوسف أنور.
يوسف أنور هي نفسه للتقدم خلف مبارك، لكن أمامه أنس زليتي. ضربة جزاء في الشوط الإضافي الأول. يتقدم يوسف أنور يركنها في الشباك. الهدف الثالث للمولودية الوجدية في مقابلة اليوم. تغيرت النتيجة، عاد ليصلح الوضع بعد التقدم ب1-0 والتأخر بهدفين. عاد ليتقدم الآن، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة ولا واحد كان يأمن هذه النتيجة، ولا واحد كان يأمن هذا السيناريو، ولا واحد كان يتوقع على أنها ستمضي إلى الأشواط الإضافية وأن تأتي ضربة جزاء وتنفذ بهذه الكيفية. يترك المهمة ديال تنفيذ تماس كامارا العمري. بوركسوت غير من المكان ديالو من الجهه اليمنى نحو الجهه اليسرى. شوفوا هنا كرة ممتازة، فرصة جول وهدف ممتاز لفريق الرجاء الرياضي. هدف ممتاز يأتي في هذا الوقت بالذات. 3 ديال الأهداف داخل كل مرمى، اهتزت جنبات الملعب الكبير لمدينة أكادير. سيناريو من كان يتوقع بهذه الكيفية وبهذه الصورة. عادوا من بعيد، تمكنوا من التسجيل، تمكنوا من التعديل. 3 ديال الأهداف داخل كل مرمى في مباراة رائعة. كرة رجوية من الجهة اليسرى، بوركسوت التمرير، ثم بعد ذلك هدف من الطراز الرفيع من رياض الذي يرسل الأعياد، الذي يرسل الأفراح. بن عياد يضع الكرة في الشباك، يسرى الساحرة في الزاوية البعيدة. الرجاء يعود ويسجل التعديل. هدف في الشباك يعلن من خلاله عملية هجومية للرجاء. تمريرة، تصويبة، جول. الرجاء يسجل. كرة قوية من الجهة اليمنى يفعلونها في الأنفاس الأخيرة، يضعونها في الشباك. تغيرت الأمور، لم يكن أحد يتوقع هذا العبور. الرجاء يفعلها. هدف صاروخي، تصويبة قوية من الجهة اليمنى. اهتزت المدرجات هنا بمدينة أكادير، فرحة كبيرة للمناصرين ديال فريق الرجاء. هدف كالصاعقة، هدف لم يتوقعه كل مناصر لفريق المولودية الوجدية. شوفوا الطريقة اللي جا من خلالها البحث. صويبة قوية مباشرة للمرمى، صويبة جات في هذا الشكل من الموقع، من المسجل، من صاحب هذه الكرة في الشباك.